اكيد طبعا، زي ما في ستات كتير محترمة، في ستات للأسف العكس. بسمع كتير جدا طبعا ناس رجالة بتشتكي لي ان في ستات بتعكسها وفي ستات بتبص لها والستات مش بتغض بصرها، واللي يقول لي اصل الستات بتحاول تلمسني واحنا في المواصلات، والست بتحاول تقرب لي، وفي ستات بتحاول تفتح معايا كلام، واحنا في الشارع واحدة معرفهاش الاقيها بتحاول تتصاحب عليا. للأسف الكلام ده موجود، اكيد للأسف موجود. ومرة برضو اتكلمت في حلقة عن بتكلم عن الراجل ان هو يغض بصره وكده، فلقيت اغلب الرجاله في التعليقات بتقول لي هو انتي ليه بتتكلمي عن الرجاله بس؟ طب ما في ستات كمان بتبص، انتي مطلعه الستات ملايكه. هو انا علشان في الحلقه ما جبت سيره الستات يبقى انا عايزه اقول ان الستات ما بتبصش؟ لا طبعا، بس هي الحلقه كانت مخصصه للرجاله مش اكتر، لكن للاسف في ستات بتبص. الخلاصه لو في ستات عينها زايغه ده ليه؟ انا ضد الناس اللي بتطلع تقول لك اصل الست دي ممكن تكون عندها خلافات مع جوزها، فاللي هو ده مبرر فاشل. انا بشوف ان الست اللي بتعمل كده هو سبب واحد: قلة ادب، قلة تربية، قلة وازع ديني، بعد عن ربنا، قلة اي حاجة. بس بلاش بقى اللي يطلع يبرر، اصل لا اللي بتعمل كده متخانقة مع جوزها، فلا، مفيش مبرر، هي قلة أدب. أصل اللي بتعمل كده منفتحة زيادة عن اللزوم، برضو هي قلة أدب، ده مش انفتاح. أصل اللي بتعمل كده غلبانة بتحاول لفت الأنظار ومحدش مهتم بيها، بتحاول تلفت الانتباه ليها، ده مبرر. واللي بتعمل كده دي قلة أدب، ملهاش مبرر يا جماعة، ملهاش مبرر. عندك مشكلة حليها مع جوزك، عندك مشكلة بتحاولي تلفتي الانتباه حليها، اتعالجي في مرض اسمه لفت الانتباه. الناس اللي بتحب دايما تبقى على المسرح عايزة كل الرجالة يبصوا لها، اروح اتعالج لكن امشي عاكس الرجالة. انا بشوف ان ده لو صدر من ست او راجل طبعا هو قلة ادب في النهاية. فخلي بالكم، لان الناس تقول يعني انت عايزه تقول ان الرجاله اكتر ولا الستات؟ لا، على فكره بقى الستات بتبص اكتر وعينها زايغه اكتر. انا ماليش علاقه هو راجل ولا ست، الموضوع ملوش علاقه بالجنس، ملوش علاقه بالنوع، الموضوع له علاقه بالظروف والشخصيه. عندك مشاكل عالجوها، لكن ما حدش يمشي يقول انا ببص علشان مش عارف ايه. انا بشوف ان هي سبب واحد: دي قله ادب، دي قله مراقبه ربنا، قله خوف من ربنا، قله مراقبه للنفس. لان انا كست محترمه لاحظت ان انا ببص على راجل انزل عيني، مش اكمل واقول اصل انا منفتحه، اصل انا عندي مشاكل، اصل انا. عندك مشاكل عالجوها، ده مش مبرر للغلط.